السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفات جميلة وحلوة. هنعمل غدا النهارده كله في الفرن، اختصارا في الوقت والجهد والغاز مع بعض كله في وقت واحد. ان شاء الله يعجبكم ونرضاكم ويستحسنكم. لو عجبكم كالعادة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس يوصلكم مني كل جديد. النهارده هنعمل رز بالبهار وبطاطس بالبقدونس والبطاطا، وهنعمل فراخ في الصينيه كله في الفرن في وقت واحد. هنبدا الاول ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هنعمل البطاطس اللي بالبقدونس. هتقطعي بطاطس كده مكعبات، هتحطي عليهم حزبه بقدونس. البقدونس دلوقتي في الجو ده حلو. هنحط عليه ملح وفلفل، كمان رشه جوز الطيب، توم حلو كده اهوت، والشوربه. دي كل المكونات، مكوناته بسيطه جدا: ملح وفلفل وجوز الطيب وبقدونس وشوربه وتوم، وتقلبيهم كده ببعضيهم. هتدوقي طبعا ملحها. انا حطيت معلقه ملح واحده عشان انا حاطه ملح في الشوربه. هتحطيهم بالشكل ده. هنحط لهم كمان معلقه من السمنه البلدي، عايزاها اخف اعمليها بزيت زيتون، بس انا وزيت زيتون مش صحاب قوي. فحطيت لها معلقه سمنه بلدي. انت ممكن تحطي لها معلقه زيت او زيت زيتون لو حباه. الشوربه طبعا سخنه فانا بشيل السمنه من المعلقه. وبعد كده هتحطيها في الفرن. ولعي الفرن وحطي عشان باقي الوصفات كلها تخلص تتحط في الفرن ورا بعض. كده هنحطها في الفرن. دي كده خلاص خالصه. يلا نبدأ بقى الخطوة التانية. الصينية التانية هنعمل صينية فراخ في الفرن برضو. هنجيب طماطماية اللي في الخلاط، نضربهم حاجة في الخلاط. ده بصل مفرز هننزله معاه. هننزل كمان معلقة من التوم. هنحط بقى بهاراتي ملح وفلفل بس، مش هنحط حاجة تانية. دي حبة مية صغيرين عشان خاطر الخلاط يتضرب او يمشي. وكده كده هي المية دي اللي هتسوي فيها الفراخ يعني. نضرب كويس. وبعد كده هنجيب الصينية اللي فيها الفراخ وننزل عليها الخليط ده. صينية الفراخ اللي بعملها في الفرن مش حاطة معاها خضار يعني ولا حاجة، بعملها من غير ما احط لها اي مادة دهنية، ولا زيت ولا سمنة ولا اي مادة دهنية. جيب الصينية رصي فيها الفراخ بتاعتك. هنزل عليهم بخليط الطماطم. خلاص هو كده تمام ومظبوط وملحه حلو. هنحطه برضو خلاص كده خلص. ينزل على طول جنب اخوه في الفرن. لو فرن كبير واسع يعني زي الفرن، احنا كلنا دلوقتي عندنا الفرن ال4 شعلة وال5 شعلة. الفرن بيبقى واسع كبير، بدل ما تحط صينيه واحده حطي فيه كذا صينيه. كده انا حطيت صينيتين وعندي البطاطا مغسوله اهي وجاهزه. هحطهم جنبيهم في نفس الوقت. وعملنا الحلو جنب الحادق في صينيه واحده. احلى حاجه لتسويه البطاطا اكتشفتها اخيرا هي الكيس الحراري. البطاطا دي اللي في منها مش حلوه يعني مش معسله زي البطاطا التانية. فنعمل الموضوع ده ازاي؟ هترصيها بالشكل ده في ورق ألمونيا، حطيها في الحله عادي في اي حاجه اعملها. بس انا بقولك اختراع جديد شفته بتاع الكيس الحراري وكان اختراع تحفه يعني. انا بعد كده بتعمله على طول في الكيس الحراري. هترصي البطاطا بتاعتك. علاج البطاطا المسخة نحط لها حبة سكر. حبة سكر بالشكل ده هتخليها معسلة وتحفة. يبقى رشينا حبة سكر على البطاطا. هنرص باقي البطاطا ونرش عليهم حبة سكر. وبعد كده هنقفل الكيس وتحطيها الصينية. هنحطها جنب اخواتها في الفرن. خدوا نفس الوقت تقريبا يعني، ما تأخروش ياما وطلعوا ورا بعض. وخلصت بسرعة توفيرا في الوقت وفي عفوا في الغاز وفي كل حاجة. أكلة سريعة
كده بعد ما قفلتها هنخرمها بقى بالمعلقه عفوا بالسكينه عشان خاطر البخار الزياده او حاجه، وهنحطها في الفرن جنب اصحابها. هنا بقى والحاجه اتحطت كلها في الفرن ورا بعض هنعمل رز مبهر. حطينا جبنه ميه هنحط فيها ملح وفلفل، هنحط فيها حبه كركم وبابريكا ومرقه فوريه. بما ان ما عنديش شوربه، لو عندك شوربه حطي شوربه هيبقى احلى، بس ما عنديش شوربه فحطيت مرقه فوريه. هنقلب بقى الخليط كده كويس. ده الرز بالبهارات، الرز المبهر. هنقلب كده كويس، واول ما تغلي هنبدا نحط فيها الحاجه بتاعتنا دي كده اهوت. قربت على وشك انها تغلي، حطيت لها معلقه من السمنه البلدي، وهنحط لها الرز اللي انت عايزاه بقى، كميه الرز اللي انت عايزاها. انا حطيت كوبايتين رز وعليهم كوبايتين ميه، وعملت الموضوع. اول ما هيغلي هوطي عليه على الاخر واغطيها واسيبها لغايه لما تستوي. هديها تقريبا بعد ما غليت، وهنغطيها واوطي عليها النار على الاخر. لو وصلتي معايا لغايه كده ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد، واكتبي لي تعليق حلو كده زيك بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده اول حاجه طلعت صينيه البطاطس حلوه وجميله، طعمها حلو وخفيفه. بصي البطاطس مستويه مهريه، يعني قاعده في الفرن تقريبا كده اهوت نص ساعه، يعني حاجه كلها قعدت بتاع ساعه الا ربع كله على بعضه. يعني انا حطيتهم ورا بعض قبل ما طلعت كان كله على بعضه، الوقت الكامل على بعضه خد ساعه الا ربع جوه الفرن. وكده صينيه الفراخ طبعا انا فاتحه من تحت، هتحمر فوق وتحت. انا فتحت الشوايه، الفراخ متحمره من فوق بفعل الهبو والسخونيه بتاعه الفرن. كده كمان البطاطا اهي طلعت. هفتحها هقطع بقى الكيس اللي حواليه ده واحطها تحت الشوايه تنشف هي كده اهوت، وطعمها جميل جدا. السكر زي كانه داب عليها يعني، وبقى طعمها جميل قوي. كده هنحطها بقى في الفرن. اقص الاول الزيادات دي بتاعت المشمع ونحطها في الفرن تاخد تنشف تاخد وش. هنغرف بقى للغدا. جبت طبق كبير وهنحط فيه الرز. شايفين البخار طلع بتاع الرز ازاي؟ كله طلع مع بعضه في نفس الوقت، يعني الاكله كلها على بعضيها، ما وقفتيش ساعه في المطبخ وخلصتي غدا كبير وحلو بالحلو بتاعه كامل مكمل. كده الرز هنحط عليه، هو المفروض تحط عليها لوز او عين جمل، طبعا ما عنديش لوز ولا عين جمل، وانا عندي سوداني خدته بمعلقه زيت كده في معلقه سمنه بلدي وحمصته شويه، وبعدين حبه زبيب على الوش برضو. وادي الفراخ، وبقى احلى طبق رز بالمكسرات او بالخلطه او بالبهار زي ما تسميه براحتك. وكده خلص معانا الغدا، وحطينا البطاطس بالبقدونس، وده كان الحلو بتاعنا هو طلع من الفرن سخنه قوي، طلعت اهي مشويه وما خدتش وقت، وكان يعني كانت جميله قوي ومحسله وحلوه قوي. بصي بالمعلقه تتاخد مرهم كده زبده. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا كامل مكمل. عملنا كل اكلاتنا النهارده، يا رب يعجبوكي ونور رضاكي واستحسانك. كالعاده لو عجبوكي يا ريت تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.